حاجة مهمة جدا الناس بتغفل عنها هي ان الفشل ما هو الا خطوة من خطوات النجاح. يعني انت لما جيت تتعلم المشي وانت صغير انت ما مشيتش من اول مرة، انت مشيت ووقعت ووقفت وسندت على حاجة الاول. فالموضوع بيتاخد بالتدريج، فبلاش الناس بتقسو على نفسها زيادة عن اللزوم، وده بيسبب احباط بدري وبيخلي البني ادم ما يكملش في اللي هو بيعمله او يوصل للحاجة اللي هو عايزها بسبب ان هو بيقسو على ذاته. فخد راحتك في الفشل عادي، طالما انت لسه بتحاول فانت ما فشلتش. وده طبعا كلام كلاسيكي او كلام يعتبر اكلاشيه، بس صدقني اما تحطه في دماغك وتبدا مره في التانيه في التالته تكرره هيفرق معاك جدا. ودي الحاجه اللي انا بقولها لنفسي لما بتعثر في حاجه معينه، او مثلا وانا بحل في بنك اسئله فبلاقي نفسي مثلا في الاول بغلط كتير جدا. ودايما دايما اي حاجه بتبداها بتبقى كده، يعني بتبقى بتغلط كتير جدا في الاول، والموضوع التقدم صعب وانك تستمر بيبقى مؤلم جدا. بس هو دي ضريبه انك تبقى ناجح في الحاجه دي، انك تعدي الخطوات والفشل المتتابع ده لحد ما توصل لانك بقيت متمكن في الحاجه دي وعندك المقومات اللي تسمح لك انك تنجح. فلو سمحتوا بلاش الانسان يقسو على نفسه. تاني حاجه حابب اتكلم عنها عشان قابلتني في كذا كومنت، هو ان الناس اللي حواليك بتحبطك. طبيعي ان الناس اللي حواليك هتحبطك لان غالبا انت بتبقى مش مريح بالنسبه لهم. يعني شخص بيتحرك وبينجح ده بيشيل من عليهم عبء الحجج والاعذار اللي هم بيحطوها لنفسهم عشان ما يعملوش حاجه، لان هم مكسلين يعملوا الحاجه دي. فاما انت تتحرك الناس بتبدا تحبطك وتقول لك يا عمي مكان غيرك اشطر. ما تسمعش كلام الناس دي، غالبا ده بيبقى سبب كبير جدا ان هم ما يوصلوش للي هم عايزينه. لكن صدقني محدش في الدنيا دي هيتعب وهيبذل طاقته بنسبة 100% وربنا مش هيكافئه على الحاجة اللي هو تعب فيها، لأن ده هيبقى غير عدل، وربنا سبحانه وتعالى حاشا إنه يكون غير عادل.